السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ حلقتنا النهارده يا جماعة حلقة مفيدة جدًا، مهمة جدًا لأي حد بيربي فراخ. أي حد بيربي فراخ أو عاوز يربي فراخ لازم تسمع حلقتنا النهارده وتسمع كل تفصيلة فيها وتفهم كل تفصيلة فيها. الحلقة بتاعتنا هنتكلم عن حاجة مهمة جدًا، جدًا، تُكاد ما فيش دورة في تربية الفراخ بتخلى منها، وهي طبعًا الإسهالات. بس عايزك تعرف يعني إيه إسهال الأول. الإسهال يا جماعة دايمًا ده عرض لمرض. عرض لمرض بمعنى إيه؟ يعني مش لمّا أنا مش باعالج إسهال أو عايز علاج للإسهال، لأ، أنا عايز علاج للمرض اللي مسبب الإسهال. يعني زي مثلًا بنقول البراز الأحمر ده كوكسيديا، تمام؟ أو الإسهال الأحمر ده كوكسيديا. يبقى أنا هاعالج كوكسيديا مش هاعالج الإسهال نفسه، أو هادوّر على علاج للإسهالات توقّفها واسيب الكوكسيديا. المرض هو الكوكسيديا، العرض هو الإسهال الأحمر، تمام؟ دي معلومة عايز الكل يركّز فيها. أشهر حاجة ممكن تسمعها هي الإسهال الأحمر يبقى كوكسيديا، الإسهال الأخضر يبقى نوكاسيل، الإسهال الأبيض يبقى سالمونيلا، وده كلّه للأسف كلام خاطئ، أو بمعنى أصح تشخيصات أو توقعات غير سليمة. الصح إيه، الصح بالنسبة لموضوع الألوان، عاوزك بس بعيد عن تشخيص الأمراض عن طريق اللون تعرف حاجات مهمة. بس عايزك تعرف كمان إن في أكتر من مرض يعملوا من نفس الإسهال. بالنسبة للألوان بقى عاوزك تعرف إن الزرع الأخضر ده بيكون جاي من الكبد وتحديدًا من المرارة. اللون الأبيض ده اليوريك أسيد وجاي من الكلى. اللون البني والأحمر ده عبارة عن البراز وجاي من الأمعاء، يا إما يكون إفراز الأعوري. طيب الأول لازم تعرف إن الشكل الطبيعي للحمام بتاعك أو الشكل الطبيعي لحمام فراخك، الشكل بيكون بني فاتح، ده بنقول عليه براز، مع طبقة جيرية بيضا يوريك أسيد مجازًا بنسميها البول. في حاجة برضه يا جماعة اسمها الإفراز الأعوري، ودي بتكون شكلها إسهال بني وعليه رغاوي من فوق، أو في فقاقيع كده يعني، أو فقاعات من فوق. ودي حاجة بنلاحظها بنسبة مثلًا من 3 ل5% ل5 مرات يوميًا، أو بنقول من 3% ل5%. فما بننزّلهاش علاج. بس للأسف في ناس طبعًا كتير بتشخّصها خطأ وتقول إنها كوليستيريديا وتنزّل علاج وبتفضل موجودة. عشان كده بتقول أنا بانزّل علاج كوليستيريديا، والكوليستيريديا موجودة وهي في الأساس مش كوليستيريديا. مسببين ممكن تغيّر في قوام أو لون أو شكله بالنسبة لشكل الإخراج. أولًا سبب مرضي، ثانيًا السبب الإداري، وده متعلق مثلًا بالعلف أو المكان أو المحيط أو البيئة اللي أنت، أو الجو اللي أنت مهيّئه للفراخ. إيه الأمراض اللي بتعمل إسهال؟ هو تقريبًا يعني والله أعلم 99.9% بتعمل إسهالات بمختلف الأشكال والقوام. المشكلة كمان إن لو بتعتمد على لون الزرع عشان تشخّص مرض معيّن، وأشهر مرض هو الكوكسيديا مثلًا مشهور بالزرع الأحمر. أحب أقول لك يا حبيبي المربي أو أخويا المربي، إن في بعض أنواع الإيميريا اللي بتضرب الأجزاء العلوية من القناة الهضمية على ما الدم اللي بتسببه. آآ المرض ده بيوصل أو بيخرج، لإن بتبقى فوق أو في آخر أو في أول، بنقول فوق في أول الجهاز الهضمي. على الدم ده ما اللي بتسببه يخرج من الزرع يكون اختلط بالإفرازات المعوية، وفي النهاية مش هيظهر لك زرع مدمم أو أحمر زي ما أنت معتقد، ورغم ذلك عندك كوكسيديا. حتى ممكن ياخد الشكل الطبيعي كمان، لكن بلون برتقاني فاتح أو بني فاتح جدًا، اللي في ناس بتسميه كوليستيريديا. المهم يعني الأسباب الإدارية كمان اللي ممكن تسبب ألوان أو إسهال، عندك زيادة نسب البروتين ممكن تسبب إسهال. زيادة استهلاك المَيّة بيسبب إسهال مائي. بعض الحقن ممكن تسبب إسهال مائي، الإبراميسين مثلًا. التجويع ممكن يسبب إسهال أو زرع أخضر متماسك. تغيير أنواع العلف بتسبب إسهال وبرغاوي كمان. الإجهاد الحراري يسبب لك إسهال. بعد العلاجات بالمضادات الحيوية في مَيّة الشرب بنلاحظ إسهال نتيجة خلل في الفلورا المعوية. المهم يعني تعالَ أحكي لك أو أقول لك بقى على ال
لون الإسهال أو الأمراض أو الأمراض المتشابهة في لون الإسهالات. زي مثلا يا سيدي عندك الإسهال الأبيض بيكون نتيجة عطوب وخلل في وظائف الكلى، ودي بتعمها حاجات كتير، زي مثلا مرض الاي بي، السالمونيلا، الكوليستيريديا، سموم الاوكراتوكسين، الجمبور، النيوكاسل، الانفلونزا، املاح زايده سواء في الميه او العلف، التعطيش الشديد، الافراط في استخدام المضادات الحيويه، دي كلها بتسبب اسهال ابيض. الاسهال الاحمر بدرجاته بقى المختلفه، الكوليستيريديا، الكوكسيديا، لوكولاي، ليستافلوكوكس، الانيميا، فيروس، نقص مناعه الامعاء، بعض حالات الجمبور الحاده. طيب، الاسهال الاخضر سموم فطريه خاصه، منها الافلوتوكسين، التجويع برضه بيسبب اسهال اخضر، الاجهاد الحراري، الاي بي والنيوكاسل والانفلونزا، السالمونيلا في بدايه الاصابه، الافراط في استخدام المضادات الحيويه، تغيير العلف. تمام. مين بس يقدر بقى يحدد ده سببه ايه بالظبط؟ المختص يا جماعه. ماشي. الاسهال المائي مثلا بيكون عباره عن املاح زايده سواء في الميه او العلف، استهلاك مفرط للميه نتيجه اصابه معويه او التجويع. الزرع الاسود يا جماعه اغلبيته يعني او في اغلب الاوقات مش بيكون اسهال، بس المسببات بتاعته السموم الفطريه، كوليستريديا، كوكسيديا، ده كله يعمل معاك اسهال اسود. بعض الامراض الفيروسيه اللي بتعمل انزفه داخليه زي الاوكولاي في الاعمار الصغيره. آه آسف، بعض الأمراض الفيروسية ممكن بتعمل أنزفة داخلية، الأوكولاي في الأعمار الصغيرة بيعمل كده، خلايا جدار الأمعاء الميتة أو اللي بتتجدد، التخمرات في الأمعاء نتيجة التسمم بالأدوية أو خلل في مكونات العلف، الهباب الساقط من الدفاية، النشارة الناعمة، تداخل بعض الأدوية والفيتامينات والأحماض، عند استخدام تراب الفحم تحت الفرش. طيب، الزرع الأزرق الكاتم يا جماعة تقريبا مش بيعملوا غير السموم، عشان في ناس للأسف بتقول عليه نيوكاسل، وهو أحد أنواع بكتيريا الكوليستريديا يعني عموما. يبقى يا سيدي مش عاوز مش أي حد أو تطلع تبعت، أو أول ما تبقى عندك مش إسهال تجري تصور وتروح تبعت لأي حد وتنزل إعلان على الفيس أو على اليوتيوب. الكلام ده كله طالما مش مختص مش هيقدر يفيدك في حاجة، ولا هينزل لك علاج، ولا هيساعدك، ولا هينزل، وللأسف ممكن يضرك لأنه ممكن يتدخل بحاجات غلط معاك أو علاجات مش مطلوبة، فيبدأ يدمر لك القطيع بتاعك. فما تعتمدش إن حد هيشخص لك المرض عن طريق الإسهال غير المختص، وحد يكون فاهم كويس قوي. وانت كمان لما تتعلم حاول، يعني انت بتتعلم، انت مربي يبقى اتعلم التربية، تشخيص الأمراض، علاج الأمراض، معلش يعني مش تخصص المربي خالص. المربي لازم اللي يقص قولته في العلاج انه يكون فاهم الجرعات، المواعيد يعرف يحسبها، يعرف يحط المقادير مظبوط، يعرف يتعامل معاها امتى، ينزلها في العمر الكام كده، لا اكتر ولا اقل. انما مش تخصص المربي انه يشخص مرض ولا هي يعالج مرض للاسف. يا اختصارا يعني للموضوع، انا اسف اكون طولت عليكم، بس يا رب اكون قدمت لكم معلومة مفيدة النهاردة. اتمنى تعمل شير للحلقة لو عجبتك او استفدت منها، تعمل لها لايك، تحاول توصلها للناس اكتر، علشان يمكن ربنا يجعلنا يعني سلم او او ربنا يا رب يجعلنا كلنا يعني خطوة في طرق نجاح المربيين. وبكده اقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.